السلام عليكم، تحية طيبة ليكم وين ما كنتوا. صحيتوا يا الزينات؟ وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير، والناس اللي تحبوها واللي تعزوها كامل يكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. قبل ما نبداو لا فيديو تاع اليوم نصليو كامل لحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا فيديو تاع اليوم فيها أكلة شتوية بامتياز، بما أننا في بداية الأجواء الباردة تلقينا غير الأكلات السخونة والدافية اللي تدفينا في هذا الجو. لهذا راح تكون وصفتنا عبارة عن وصفة تقليدية معروفة عند أهل الشرق باسم كسرة الدواء أو الكسرة المحشية. اليوم راح نديروها بطريقة سهلة وبسيطة، ما عليكم غير تتبعوا لا فيديو إلى النهاية وما تروحوش بعيد. كالعادة قبل ما نتعرفوا على مقادير وصفتنا وطريقة تحضيرها لازم نرحبوا بالمشتركات والزينات اللي دخلوا. نجي نقول لكم مرحبا بكم في الكوزينة، راهي كوزينتكم، وتعليقاتكم الجميلة نقول لكم شكرا وألف شكر. أو بدون إطالة زينات نتاعي متتبعات الغاليات، نروح لطريقة تحضير وصفتنا اللي هي عبارة عن كسرة محشية بمقادير جد بسيطة. أول حاجة راح نبداو بها هي تحضير لاصوص أو الحشو نتاعها. أول حاجة راح نديرو القدرة على أنها تكون متوسطة، نضيف لها قليل من الزيت نخليه شويه يسخن. بعد راح نضيف كميه معتبره من البصل ترجع لكم حسب افراد العائله نتاعكم. ما تخافوش لانه هذا الحشو راه حشو زاكي ما شاء الله، يعني راح ديري كميه قليله راح توكلي الغاشي كامل معاك. راح نخلي ديك البصل يتقلل، درت فيه حوالي 2 حبيبات فقط. بعدها راح نضيف لها كميه معتبره من الفلفل الحار وفصوص من الثوم. كما راكم تشوفوا هنا الحار يرجع لكم انتم، كاين اللي يحبها تكون حاره وكاين اللي ما يحبهاش تكون حاره، يعني هنا عندكم حريه الاختيار. نخلي الكل يتقلى. بعدها مباشرة راح نضيف 2 حبيبات من الطماطم تكون مسكرفجة، ولازم توجور تخيلوا ديك الطماطم اللي تكون فيها العصارة تاع الماء هكا باه تجيكم بزاف بنينة وما تجيكمش قارصة. بعد ما تقلت مليح هذيك الطماطم راح نضيف لها ايضا ملعقه كبيره من طماطم المصبره ونخليها تتقلى. راكم تلاحظوا كل مكون راني نضيفه نخليه يدي حقه الكامل في التقليه، هكا باه تجي لاصوص تاعكم بزاف بنينه. بعدها نوصل إلى مرحلة التوابل اللي هي عبارة عن ملعقة صغيرة لكل من الملح، رأس الحانوت والفلفل الأكلي الحار والقليل من الفلفل الأسود والكروية. هذو هما التوابل اللي نحتاجهم في التتبيلة تاع لاصوص نتاعنا. كل ما حتبلون كل ما حتجي لاصوص تاعكم بزاف بنينة. للأمانة كاين اللي فقط يدير غير الملح والفلفل الأسود، أنا للأمانة نحب نتبل لاصوص هكا باجي الأكلة نتاعي بزاف بنينة. هذه هي لاصوص نتاعنا وهذا هو الحشو، يعني حشو جد بسيط، والبنه ما نحكي لكمش عليها. نخلي لاصوص تاعي طيب على نار تكون متوسطه حتى نشوف بلي ديك لاصوص راح تطيب مليح وراح تنشف من هذاك الماء. يعني هذاك الماء عباره عن عصاره تاع الطماطم والبصل، راح نخليه يطيب. بعد راح تشوفوه في النهايه. وهنا كما راكم تلاحظوا بعد ما لاصوص بدا ينشف معنا راح نضيف له في الاخير كميه معتبره من الحشيش او الدبشه كاضافه بزاف مليحه، راح تخلي لاصوص تاعنا بزاف بنينه. اللي ما يحبهاش يقدر ما يضيفهاش، يعني عندكم حريه الاختيار. هنا نطفي على النار ونخلي لاصوص تاعنا تبرد جانبا. كما راكم تشوفوا في لاصوص راها جات ما شاء الله لونا وشكلا، والبنه اكيد بزاف بنينه، خاصه مع الحرور اللي ضفناه في البدايه تاع الفلفل الحار، هذاك راح يزيد لها النص البنه نتاعها. ودرك يا الزينات نروحوا للمرحلة الثانية من تحضير الوصفة نتاعنا اللي حنحضروا فيها العجينة، اللي عبارة عن 3 كيسان من السميد. هنا من المستحسن يكون عندكم السميد رقيق، لكن إذا مش متوفر يعني معليش، يعني تقدروا تستعينوا بأي سميد كان عندكم. راح نحط 3 كيسان بومبي من الكاس هذا كما راكم تلاحظوا. أما الكأس الرابع راح نضيف حوالي نصف من السميد والباقي راح نكمله بالفارينة. بعدها راح نضيف ملعقة صغيرة فقط من الخميرة الخاصة بالخبز مخلطة مع السكر، وايضا ملعقة صغيرة من الملح اللي حنحطه جانبا. يعني الطريقة راها موضحة في الفيديو، تبعوا فقط المراحل باذن الله راح تنجحوا في الوصفة هذه. بعد ما خلطنا داك السميد والفرينة والخميرة الخاصة بالخبز راح نضيف فنجان من الزيت، نحاول نبسس مليح هذيك السميد والفرينة والمكونات كامل اللي ضفناها. لازم العجينة تاعكم هنا تبسوها مليح هكا بتأكدوا بلي داك الزيت كامل دخل في السميد نتاعكم. بعدها راح نضيفوا الماء، يعني هنا عندكم الماء عادي، يعني ما هو بارد ما هو سخون. راح تضيفوه بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون متماسكة. وكمية الماء اللي راح تضيفوها راح تكون حسب نوعية السميد، وبطبيعة الحال كمية تاع السميد اللي حطيتوها في الأول.
وهنا بعد ما تحصلنا العجينة تكون شوية متماسكة راح نحطها على سطح العمل ونحاول ندلكها بخفيف، يعني ما تكثروش الدلك، يعني هي ما تحتاج اصلا دلك، يعني حاجة خفيفة فقط. بعدها مباشرة راح نقطعها إلى قطع متساوية ونحاول نخلي هذه الكويرات اللي شكلتهم إنهم يرتاحوا شوية، لأنه علما إنه العجينة راها فيها قليل من الخميرة. وهنا بعد ما ارتحت معنا العجينة، يعني كل ما نخلو العجينة ترتاح كل ما حيكون تشكيلها أسهل بكثير. راح نفتحها غير بالوسط الحلال، يعني العجينة لازم نفتحوها على سمك يكون رقيق، بهدف انه هذه العجينة تاع الوصفة نتاعنا تاع الكسة تاع الدواء او الكسة المحشية، الهدف منها انه تجي العجينة تاعها رقيقة، يعني ما تجيش معجنة. وكما راكم تلاحظوا في سمك العجينة بعد ما فتحتها على السمك يكون رقيق، بعدها راح نحط الحشو في الوسط. كما راكم تشوفوا يعني الحشو راه بارد وماهوش ناشف نهائيا، يعني من العصارة تاع الطماطم والعصارة تاع البصل. راح نوزع مليح الحشو بهدف انه نخلي هذاك الجوانب، يعني الطريقة راها موضحة في الفيديو. كما راكم تلاحظوا عندكم حرية الاختيار، تحبوا تضيفوا اي مكون حبيتوه ديروه، مثلا فرماج او زيتون، يعني عندكم حرية الاختيار. هنا بعد ما وزعت الملح هذاك الحشو خليت هذاك الفراغ في الجوانب، راح نحط العجينة الثانية. كما راكم تشوفوا هنا توجور العجينة الثانية راح تكون أصغر من العجينة الأولى، مفتوحة بنفس الطريقة على سمك كون رقيق. بعدها راح نغلق الجوانب بالطريقة هذه كما راكم تلاحظوا. بعد ما شكلتها بالطريقة هذه نحاول راح نبسطها بالكف تاع اليد بهدف انه نتخلصوا من اثار الاصابع، ونحطها مباشرة في الطاجين يكون سخون. الله الله. أنا راح نعطيكم الطريقة الثانية بالنسبة للمبتدئات اللي ما يعرفوش طريقة تاع القرصة او طريقة القرص الدائري. راح نعطيكم هذه الطريقة، يعني جد سهلة وبسيطة، على شكل يكون سوفلي على العجينة تاع السميد، يعني ما كانش اسهل منها. مهم انكم تجربوا الوصفة او تنجحوا فيها والبنة اكيد مضمونة. وبطبيعة الحال يكون تركيزكم أكثر بكثير على الجوانب تاع الخبزة نتاعكم، يعني هكا باه الحشو نتجنبوا إنه ما يخرج في الطاجين نتاعنا. بعدها راح نحطه على طاجين يكون سخون، وبطبيعة الحال لازم تثقبوا العجينة هكا باه تتهوى ونخلوها تطيب على كلتا الجوانب. وأنا بدوري نكمل كامل الكمية بنفس الطريقة، بعدها راح تشوفوها في صحن التقديم. وكما راكم تلاحظوا وصلنا الى نتيجة الوصفة نتاعنا في شكلها النهائي بعد ما طابت. الله الله، ودات هذاك الشكل الدوري، واكدوا لي للريحة اللي راح تكون في الكوزينة خاصة مع الاجواء الباردة، هذا وش يليق في الفصل هذا. نتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم ونالت اعجابكم واستحسانكم. عليكم غير تجربوها وتفرحوا بها العيلة نتاعكم، لانه فعلا تستحق التجربة. غير بمقادير جد بسيطة وانتم درتوا احلى اكلة شتوية دافية راح تفرحكم في الجو هذا. وفضلا وليس امرا، اذا وصلتوا هنا يلا فرحوا بذاك الجام والتعليق الزين كيما نتوما، وبارطاجوا لا فيديو مع الحباب والعزاز اللي عندكم. وانت يا زين اذا فتي منا وما كيش مابوني القناه واش راكي تستناي، يلا فرحوا بذاك الابوني والتعليق الزين كيما نتيا، وبارطاجي لا فيديو مع الحباب والعزاز اللي عندكم. هكا راح يوصلك جيتا ام فرح. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده كانت حلوه او ملحه. في امان الله، سلام.